نحمد الله سبحانه وتعالى يعني شعر العرضة بالذات يعني الشاعر يبدأ من أول قصيدته بالولاء والانتماء لوطنه والبلده وحكومته، فهذه يعني من الأشياء اللي أنا أفتخر فيها. نعم. منطلقا من الحديث قبل شوي اللي يتكلم عن انه ما في شعراء جدد في شمران، كذلك انا لاحظ في المنطقه الجنوبيه بشكل عام شعراء العرض الجنوبيه ما في شعراء جدد، ما هو السبب من وجهه نظرك؟ والله يا اخي انا ما اقدر اقول لك ان في مدرسه تخرج شعراء. هو الشاعر يعني مثل المنجم، فالتنقيب عن المنجم يعني ياخذ سنين. وايضا بروز الشاعر ما هو بالسهل انه يبرز شاعر بمعنى كلمه شاعر في قبيله او في عائله او في، فممكن هذا الشيء على ابناء المنطقه الجنوبيه. في شعراء ترى يعني جدد، لكن يعني تجده ما حد يساعده في بدايه حياته، تجده بعيد مثلا عمل في منطقه بعيده، تجده ما يلقى التشجيع من الناس اللي حوله. لكن انا ما يعني فعلا ما في شعراء جدد، وانا يمكن اثرتها معك قبل اكثر من مره بانه يا اخي شيء غريب انه شعر العرضه ما في شاعر شاب جديد يستحق ان يكون يدخل في سلسله شعراء العرضه. طيب ما جاك احد من شعراء على سبيل المثال شمران من الشعراء الصغار في السن وحاول انك تقدمه؟ والله انا يعني اي حفل اشوف انه في احد شعراء شمران فانا اول من اقف معه، وحصلت يعني في اكثر من حفل. انا اذكر انه في حفل في تهامه قبل فتره في شاب صغير في السن من عمره 11 و 10 سنوات جاء ألقى قصيده عجبتني كثير صراحه، فقدمت له هديه يعني اللي كان متواجد معي، هديه اعطيت هديه تشجيعيه، لكن للاسف ما عجبته. يعني هي الحفله الوحيده. هل هو كان حافظ القصيده؟ توقعت انه شاعر لان الكلمات يعني شمراني هو في حجم السن. شمراني ما خفت انه ياخذ مكان علي بن مسلم شمراني؟ ما اعطيت يعني المكان هذه اللي انا اخذتها اللي تقول اني انا اخذتها. يا اخي هي مسؤوليه اصلا. نعم. والتزام. نعم. وعقد. اوفيت والله انا احاول اني اوفي مع نفسي اول انه الشيء اللي انا عرفوني فيه جمهور اني اكون منه هو افضل يعني، لكن ما هو الهم الاول في حياتي. طبعا انا عندي مشاكل كثيره، عندي دراستي ابو فيصل، في اعتقادك ما الذي ينقص شاعر العرضه في وقت مثل هذا؟ الثقافه طبعا. يعني شعراء العرضه ما هم مثقفين؟ لا شوف يا اخي انت تطلق على طول عبارات التهم. نعم. تقبلها بروح رياضيه. لا انا اتقبلها، لكن ما تاخذ من كلامي تقول غير مثقفين. انا ما قلت غير مثقفين. انت تقول وش ينقص شاعر العرضه. نعم. انا اقول لك ينقص شاعر العرضه اللي غير مثقف ان يكون مثقف، اللي ما يعني غير مطلع ان يكون مطلع. يعني في شعراء من شعراء العرضه مثقفين؟ فيه يعني يكفي الان اللي في مرحله الدكتوراه. علي بن مسر مثلا. نعم علي بن مسر، واشكر الله سبحانه وتعالى اولا، واشكر جميع من وقف مع علي بن مسر في حياته العمليه والعلميه من اللي وقف مع علي بن مسر؟ والله يا اخي اولا الناس كثير يعني، وانا اشكر جميع من وقف معي، لكن في اشياء مؤثرين يعني، او في ناس ورجال مؤثرين في حياه الشخص، وانا يعني من الناس اللي يعني طبعا والدي الله يحفظه واخواني جميعا سعد وفاضل وحمد ومحمد طبعا لهم فضل علي كثير، ووالدي طبعا بدون شك ما لي فضل انا اني اذكر الثناء الوالدي او الشكر، لكن في رجل يقف مع علي بن مسفر في جميع امور حياته. من هذا الرجل؟ ولا تفهم بانها ماديه، فانا الرجل هذا يعني انا اكن له كل احترام وتقدير يعني بامانه، لاني اعرف انا تلميذ عندي اللي هو الشيخ مسفر بن عوض الشمراني. هو نعم معروف، رجل معروف. ابو علي يعني له يعني علي انا داعم لي في حياتي الخاصه وفي العمليه وفي الشعر وفي ساحات الميادين وفي يعني ما ادري وش اقول لك. الرجل لي عليه افضال كثيره، ما في شك، هذه على كثير ماديه يعني. نعم. الرجل هذا انا احبه محبه رجل لرجل، محبه اخ لاخوه الكبير. نعم. يعني هذا اخ اكبر لي وانا احترمه واشكره. وابو علي دعمني ودعم جميع شعراء العرضه، ما في شاعر عرضه من الشعراء العرضه لا يدين بالفضل. لا ما انا ما اتكلم من ماده. ابو علي يعني استقبالاتها شعراء العرضه يحترم لكل رجل مكانته، يعطي كل رجل يعني
مكانه اللي يجلس فيه، تقديره وكرامته اللي يستحقها، سواء كان شاعر او غير شاعر. لكن اتكلم عن الشعراء بانه قريب من الشعراء، يعني انا اعتبرها من الداعمين الرئيسيين لشعر العرب. نعم. طيب بالنسبه لاخوتك والوالد جميعهم شعراء؟ والدي شاعر. واخوتك جميعهم شعراء؟ لا، عندي حمد بن مسفر شاعر. شاعر عرضه؟ عرضه متمكن وشاعر نظم ممتاز. طيب لو لم يكن علي بن مسفر شاعر عرضه لبرز حمد؟ لا، أول حمد هو بارز أصلا، يعني بدون، لكنه بعيد عن ساحات العرضة. نعم. يعني هو له قصائد خصوصا في مجال النظم، لكن في مجال العرضة هو من النوع اللي يعني تقريبا ما له ميول في شأن العرضة كثير. نعم. يعني اهتمامه أصلا مركز على العمل على وشعر النظم، وله طبعا ديوان موجود الآن. نعم. لكنه غير مهتم، غير محترف، يعني ما يحب الالتزام بالمواعيد. هل تعتبر شاعر العرضة نجم كعبد الله بالخير وراشد الماجد؟ فنانين برضه. نعم. مطربين يعني. نعم. نعم. وش معنى الاسمين هذه؟ يعني أقول نجوم كنجوم. يعني اعتبرك انت من جمهور عبد الله بالخير وراشد الخير. ما في شك، هذول يعني معروفين. والله يعني شاعر العرضة هو نجم في سماء التراث. نعم. واللي انت قلت الاسماء اللي انت قلت النجوم في سماء الطرب. نعم. طبعا ما في مقارنة. بس وصلوا للنجومية؟ اكيد من الشاشات التلفزيونية اللي عملت من النجوم. لكن لو لفيت المسطرة نعم لتغيرت اتجاه البوصلة. كيف يعني؟ يعني الآن الشعراء اللي أنت قلت، المطربين اللي أنت قلت، قارن يا أخي شاعر بشاعر، قارن لاعب بلاعب، لكن تجيب موية وزئبق. لا، كنجوم معروفين ومشهورين ولهم حضورهم الجماهيري في جميع المجالات.